توا معناها ضربونا في الفوسفات سكتنا، ضربوا في السياحه سكتنا، توا اخر شيء. لا لا يا صديقي يا عزيزي انا لا ادافع عن هذا البلد او ذاك البلد حتى لا نقع في انظروا ما الذي تفعله الجزائر معنا اقتصاديا، وكيف تدعمنا يعني بالقروض وبالاموال وبالسياحه. يعني تونس ما هو وزنها في ملف الصحراء؟ جاوبني فقط. ولا شيء. لماذا تحشر أنفها في أشياء ما عندها فيها وزن؟ أنت حليت مشاكلك الداخلية، رايح تحل الآن في مشكلة الصحراء وتستقبل في زيد وعمر. مع الاحترام للصحراويين، نحن أولوياتنا الآن الخبز والزيت والسكر والقهوة، مش أولويتنا الصحراء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الأصدقاء ديالي مرحبا بكم معنا في قناتنا وقناتكم ماروك توداي. الأصدقاء ديالي إلا كنتي أول مرة كتشوف القناة ديالنا فما تبخاش علينا بواحد اللايك واشترك في القناة وفعل داك زر الجرس باش ديما تكون انت من الأوائل اللي كتوصل بكل جديد ديالنا وبلا ما تقلب عليه. الأصدقاء ديالي فيديو ديال اليوم فيديو يستحق المشاهدة، حيث غادي نشوفوا الإعلام التونسي كيهضر على المغرب بواحد الطريقة اللي هي طريقة ديال الحسادة أو طريقة ديال شي واحد حاسود للمغرب، من بعد ما انه بقى كيتبع الجزائر في اي قضيه كديرها. قال له حنا من بعد ما بقينا كندعموا الجزائر في الرياضه، كندعموا الجزائر في اي حاجه. ماتنا تونس ماتت بصفه عامه بسبب انها كتبع المخطط العسكري او المخطط اللي كتبع ليه الجزائر. اي حاجه كديرها الجزائر حنا كندعموها. كنا كندعموا المغرب وغاديين مع المغرب، كون راه حتى حنا مشينا بعيد، كون راه حنا حتى هنا كنظموا تظاهرات كبرى، كون راه تونس ما كتعيش المجاعه. قالوا بما ان تونس هي دعمت ملف الصحراء وتونس كدير وتونس اي رياضه كتدعم الاخر، الى انه كيفشلوا في كل شيء. المهم اصدقاء ديالي ما نطولش عليكم، نخليكم مع الفيديو ديالنا من الاول ديالو حتى التالي، ونتلاقاو بعد نهايه الفيديو ان شاء الله. ما تنساوش خليونا الاراء ديالكم في اسفل التعليقات وبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم باش يوصل جميع المغاربه، وما تنساوش خليونا الاراء ديالكم في اسفل التعليقات. نتلاقاو بعد نهايه الفيديو ان شاء الله. بالنسبة للمشاكل المغرب هذه الأمازيغي مش تتحل للأسف الشديد. هل تسمح مثلا تونس لزعيم تزي وزو القبائل تستضيفها في تونس والجزائر تفرح؟ بالطبيعة ما تفرحش. كلام جميل. لأن هذه في الحركات الانفصالية للأسف أي دولة ما تقبلش، ما نبش دولة أخرى تستقبلها. لذلك ما هذه أنا أراء مفاهمة مشاكل بين المغرب والجزائر عندها سنين. للاسف جنرال الجزائر ما يحبوش الاتحاد الامازيغي يتحد، يحبوا المشاكل ديما للاسف الشديد والضغوطات الاقتصاديه على تونس يحبوا يدخلوا. ما يوزن هذه الصحراء الغربيه وماذا تملك؟ هي حتى الطائره ما عندهاش، الرئيس يجي مع في تاريخ الجزائر ما تملك حتى شيء. معناها كما يقولوا في تونس راه يديروا الكلب. ما نعرف في مشاكل زايده، حكايات ديما يحبوا مقسم المغرب الامازيغي، ما يحبوش معناها يتوحد للاسف الشديد. شكرا لك مسعد من تونس، اشكرك. شكرا لك. عبد الله مساء الخير من فرنسا. وبركاته للساده المشاهدين والاخوه العاملين في الخطوط. شوف سيد صالح باختصار شديد حتى لا ياخذ وقت الجميع، انا لا اتحدث معك بصفه شخصيه بحته، بل اقول لك يعني انا اتحدث موكل يعني بصفه تقريب شبه رسميه للتحدث عن الموقف التونسي، حتى أقول ما لا يقال في الكواليس. يجب على من يستمع إلينا أيا كان مغربي أو تونسي أو جزائري أو أيا كان، يجب أن يعرف الحقيقة. شوف للمرة الثانية والأخيرة أقوله لك، يجب على الإخوة في المغرب الكف عن سياسة السلب والتدمير للاقتصاد التونسي. وسأعطيك آخر كواليس الحرب الاقتصادية التي تشنها المغرب على تونس. شوف يا صالح، ضربتمونا في الفوسفات، والفوسفات تعرفون جيدا أنه عنصر اساسي في اقتصادنا من المواد الخام، وقلنا معلش وبلعنا السكينه بدمها، وقلنا لان هنالك اضطرابات في تونس وهنالك نقابات ومش عارف ايش، واخذتم اسواقنا وامضيتم. طيب لكن ما علاقته هذا؟ ما علاقه عفوا يا عبد الله يا عزيزي. الموضوع يا صالح هذا هو لب الموضوع. توا معناها ضربونا في الفوسفات سكتنا، ضربوا في السياحه سكتنا، توا اخر شيء. لا يا صديقي يا عزيزي انا لا ادافع عن هذا البلد او ذاك البلد حتى لا نقع في الاقليميه والجهويه. نحن كل هذه البلاد بلاد عربيه، لكن اقول لك في النهايه اذا كان امر قبل استقبال سعيد لابراهيم غالي، من حق المغرب ان تسوق فوسفاتها، ومن حق تونس ايضا ان تسوق فوسفاتها يعني، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. يعني شو المشكله يا عزيزي؟ شو المشكل؟ باهي نقول لك شو المشكل. معناها يا صالح
ويا من يستمع إلينا شوفوا الحجة، معناها أنا جارك خوك جار لك وهنالك حريق في بيتي، في الأصل أنت كجاري تأتي لإطفاء الحريق وتأتي معي لإنقاذ عائلتي، ولكن أفاجئ بك بصدد السلب في بيتي عوض أن تأتي. الأخ المتصل الجزائري عندما قال الجزائر بلد عنوان الرجولة، نعم، انظروا ما الذي تفعله الجزائر معنا اقتصاديا وكيف تدعمنا يعني بالقروض وبالأموال وبالسياحة. وانظروا شوف يا أخ صالح، أنا لن أدخل في مهاترات سياسية، المختصر المفيد ما أريد قوله، أنا أخاطب جلالة الملك وأقولها، شوف قداش أنا متربي، نقول جلالة الملك، نقول له يا جلالة الملك يا أخي إن كنت على علم، احنا نقرأ في حسن النية، نقول أنت لست على علم، ولكن هذه سياسة وسياسة اقتصادية، وهو في الأدرى وفي الأجدر أن تكون على علم. يا أخي كفوا أيديكم عن هذا ودفع الله مكانها. كلمة أخيرة عبد الله، كلمة أخيرة لو تكرمت. من وكلني بالتحدث أنا نقول لكم راهو قد تمشي الأمور إلى قطع العلاقات الدبلوماسية إن وصلتم في هذا السياق. طيب كلمة واحدة عبد الله، يعني تونس ما هو وزنها في ملف الصحراء؟ جاوبني فقط. ولا شيء. لماذا تحشر أنفها في أشياء ما عندها فيها وزن؟ لا يا أخ صالح، وقت مش نحكي شنو هو وزنها تونس. أنا نقول لك تونس وقتاش مش يولي وزنها؟ وقت اللي تونس تنحاز علنا وتدخل في حلف مع الجزائر تولي وزنها، وهذه مخلب من مخالبنا. نحن لم نعلن الحرب عليكم الآن. يعني بالله عليك أنت حليت مشاكلك يا رجل. وصلتني اليوم مشاهد طابور قد يوم القيامة على الخبز. انت حليت مشاكلك الداخلية، رايح تحل الآن في مشكلة الصحراء وتستقبل في زيد وعمر، مع الاحترام للصحراويين. نحن أولوياتنا الآن الخبز والزيت والسكر والقهوة، مش أولويتنا الصحراء يا صديقي. يا سي صالح، معناها أنت هل تزاود على كرهي للانقلاب قيس سعيد؟ معناها لا أزاود، ولكن منهجيتك غلطة يا عبد الله. مرة تقف معه مرة ضده، يعني امسك له ارسلك على بر كما يقال في المشرق. فليذهب إلى الجحيم هو وأيا كان. تونس باقية والأشخاص ماضون، إن كانوا خيرين وإن كانوا أشرار. هذه البلدان وهذه الشعوب نحن إخوة في الأصل يا أخ صالح. تو احنا والشعب المغربي والشعب الجزائري نحن شعب واحد مقسم في 5 بلدان أو موريتانيا. طيب جميل، شكرا لك عبد الله، حتى نقف عند هذا الحد. شكرا لك سيد العبدلي. يعني كثيرون يتحدثون عن أنه تأثير تونس في الملف الصحراوي تأثير تقريبا شبه معدوم هامشي، فلماذا إذن هذه العنتريات بين ظفرين يقول البعض، واستقبال إبراهيم غالي واستقبال لا أدري مستشارته؟ يعني ماذا استفادت تونس في النهاية؟ خسرت دولة المغرب وهي دولة لنا معها علاقات اقتصادية مهمة، خسرنا سوق مهمة للتمور التونسية مع التقدير طبعا للصحراويين، ولكن في النهاية المصالح هي التي تحكم العلاقات. ويفترض تونس في هذه الأزمات التي تعانيها أن تراعي ظروف شعبها قبل أن تراعي قضايا أخرى وتحالفات دولية أخرى. ألا يبدو هذا عبث بالسياسة الخارجية التونسية؟ لا ليس عبث، الموضوع أعمق من هذا سيدي. أنت تعرف أنه قضية الصحراء الغربية التي تسمى في المغرب الصحراء المغربية هي موضوع على جدول الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ عام 1963 التي تعتبره شعب يحق له تقرير مصيره. وأضيف لك محكمة العدل الدولية أصدرت رأيا وكانت المغرب حاضرة فيه ومن مثلها في 1975 تقول إن من حق الشعب الصحراوي أن يتمتع بحق الشعوب في تقرير مصيرها. وبالتالي لماذا الحقائق نريد تغييرها؟ لأن المغرب أنا يقول لك هذا الإقليم من حقه أن يستقل. دعني أسألك السؤال بصيغة أخرى سيد العبدلي. تونس اليوم ليست في وضع مريح حتى تنشغل بالقضايا الخارجية. تونس في وضع اقتصادي وسياسي أنت أدرى أعلم به منا، يعني وضع اقتصادي في غاية الصعوبة. ماذا استفادت تونس بهذه الاستقبالات غير خسارتها للسوق المغربي للتمور وخسارتها للعلاقة مع المغرب وتوتيرها للعلاقات المغربية؟ عدا ذلك أعطيني استفادة تونسية واحدة، أنا أريد أن أسمعها الحقيقة منك. لا العلاقات الدولية لا تبنى بمثل هذه الأسئلة سيدي. أن هنا وهناك لا المصالح عامل مهم في العلاقات الدولية سيدي. لا نعم مصالح مهمة، لكن أيضا المصالح الاقتصادية المغربية أيضا تضررت.
حتى المغرب أيضا لها مصالح في تونس أيضا تضررت، لكن ما أريد أن أقول على الدولتين أن تتجاوز هذا الخلاف الذي في الحقيقة لا يخدم الشعبين. العلاقة بين الشعب المغربي والشعب التونسي هي علاقة وطيدة، علاقة أخوة، أعضاء في جامعة الدول العربية وإلى غير ذلك، لكن لا نغير التاريخ يا سيدي، لا نغير التاريخ. من حق الشعب الصحراوي أن يقرر مصيره بنفسه. ولكن ألا يبدو سيد العبدلي هذا الكلام الذي تقوله الآن وهو يتساوق كثيرا مع ما يقوله ربما المقربون من سعيد، ألا يبدو هذا كسرا؟ ألا يبدو هذا كسرا؟ عفوا نعم. لا عفوا، لا أمثل هنا لا حكومة ولا غيره. لا أعرف ذلك ولكن أقول قريب. أنا قانون دولي. نعم أقول بأن هذا الخطاب نعم أعرف ذلك وأقدر ذلك. أقول بأنه كلامك الآن قريب جدا مما يردده المحيطون بسعيد، ولا أقول أنك تمثل أحد، لكن هذا الكلام هو مخالف سيدي، وأنت أستاذ القانون الدولي ومطلع على سياسة تونس الخارجية فيما يتعلق بهذا الملف بالذات، مخالف لما كانت تتعامل به تونس مع ملف الصحراء والملفات المثيرة المشابهة. تونس كانت دائما تعتمد الحياد الإيجابي، دائما تدفع الأطراف لحل هذه المشاكل دون أن تنغمس فيها. الآن في ظل سعيد انقلبت الصورة تماما، تونس صارت متورطة في الملف. لا لماذا تسميها أنها متورطة؟ لا تضعني أدافع عن الحكومة التونسية لأن هذا ليس دوري. لا التورط لأنه في خسارة، لأنه عندنا خسارة للسوق المغربي. أنت تقول خسارة، لكن بالنسبة للشعب التونسي ما هي الخسارة التي خسرها مع الشعب المغربي؟ هل نقصت المبادلات التجارية؟ هل نقصت الرحلات؟ أكبر سوق للتمور التونسية هو السوق المغربي. لا أدري إذا كنت تعلم ذلك أو لا. لا سوق تمور وإلى غير ذلك. لا نضع حق شعب في تقرير مصيره في سوق التمور. هذا ليس وارد. يعني حق الشعب الصحراوي يقرره بنفسه. لماذا أنا أغرق نفسي في الموضوع؟ الجزائر دولة قوية عندها غاز وعندها نفط، أنا لست في مستوى الجزائر، أنا أتحدث باسم ملايين التونسيين. لا ليس باسم ملايين التونسيين، لكل حر هو في رأيه. أنا بالنسبة لي أنه هناك رأي لمحكمة العدل الدولية، وهي شيء أساسي لمنظمة الأمم المتحدة وتعترف بها المغرب. قالت من حق الشعب الصحراوي أن يقرر مصيره. هل تنفي المغرب هذه القاعدة أم لا؟ هذه النقطة. ولماذا الشوشرة وإلى غير ذلك؟ حتى نقول لك زاد راهو الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية راهي من 1984 هي عضو في الاتحاد الافريقي الذي انسحبت منه المغرب ولم تعد له الا في سنة 2017. بالرغم من ذلك والجمهورية الصحراوية موجودة كعضو. لماذا المغرب تنكر هذا؟ طيب على كل حال أختم معك بنقطة ربما شكلية ولكنها مهمة لأنها تعكس الواقع وتعكس العمق. لو خيرنا بين دولة قائمة الذات وهي دولة المغرب عندنا معها مصالح اقتصادية، عندنا معها علاقات عريقة، وبين حركة تسعى إلى التحرر، حركة جبهة بوليزاريو، كيف يجوز في السياسة الخارجية أن نفضل علاقاتنا مع دولة مثل دولة المغرب عندنا معها علاقات اقتصادية بعلاقات مع جبهة البوليزاريو؟ نحن الآن كسرنا علاقات طويلة ومديدة مع المغرب مقابل ربما ربح الرضا الصحراوي. ماذا حققت تونس في هذه المعادلة؟ لا الموضوع ليس بهذه. إذن أقول لك حق الشعوب في تقرير مصيرها هو حق مقدس لكل شعوب العالم. كيف ننفي عن الشعب الصحراوي هذا الحق؟ إذا حتى غدوة تقول لي أيضا الشعب الفلسطيني لا يقرر مصيره بنفسه. إذا هو تقريبا هو نفس الشيء. إذا تم استفتاء وقال الشعب الصحراوي سأنضم إلى المغرب وانتهى الأمر، لماذا المغرب ترفض إجراء الاستفتاء؟ هذه النقطة التي تقريبا من عام 1976 بالنسبة للمسيرة الخضراء وإلى غير ذلك. المغرب لا تعترف بذلك. المغرب هي تحتل جزء من الصحراء، ومن حق الصحراويين أن يعبروا عن حقهم في تقرير مصير باستفتاء. إذا قبلوا الانضمام للمغرب وانتهى الأمر. إذا تونس
هي مع الشرعيه الدوليه الموجوده. الاصدقاء ديالي وصلنا لنهايه الفيديو. الا كان عجبكم الفيديو فما تبخلوش علينا بواحد اللايك والاشتراك في القناه وفعلوا داك زر الجرس باش ديما تكون انت ولا انت من الاوائل ومن الاوفياء ديال القناه ديالنا اللي كيتوصلوا بكل جديد ديالنا وبلا ما تقلبوا عليه. الاصدقاء ديالي كما شفتوا معنا في الفيديو الاعلام التونسي مقاربه ديال بصح بسبب المغرب. قال لك انهم كانوا كيدعموا المغرب بحال دابا مثلا في تنظيم كاس افريقيا او في تنظيم كاس العالم وكانوا كيصوتوا لصالح المغرب وما كيصوتوش لصالح الجزائر. كرة تونس متقدمه مع المغرب وكرة اي حاجه المغرب ما تيدوزهاش الا انهم كيرفضوا هذا الشيء هذا وكيمشيو كيدعموا مخطط ديال الجزائر ونظام الكبرانات. هذا الشيء هذا اللي جعل تونس تصبح منسيه في جميع الرياضات وفي جميع التظاهرات. الاصدقاء ديالي ما بقى لي غير نودعكم ونتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله.